تقريبا من 5 6 7 ايام اتكلمت في نقطه كانت مهمه جدا جدا ليها علاقه بالعرض بتاع احمد سيد زيزو من جانب نادي الشباب السعودي، وقلت ان نادي الشباب السعودي انا من وجهه نظري ما بعتش عرض رسمي، هو بعت جواب اهتمام، لكن العرض ما كانش فيه ارقام، ما كانش فيه فلوس، وما كانش فيه اي حاجه. فمنين نادي الزمالك النهارده رفض 6 مليون وطلب 10 مليون وقبلها كان طالب 8؟ طب هو فين الارقام؟ فاذا الامور مش بتدار بشكل رسمي ما بين الادارتين، هو الموضوع كله ليه علاقه بالوكلاء وليه علاقه بالاعلام، وان الناس بتحاول تضخم وتحاول ان هي تكبر الامور، عشان هم كانوا عارفين كويس قوي ان مجلس الاداره في الوقت الراهن او الوقت السابق ما كانوش هيقدروا ان هم ياخدوا قرار زي ده، وان القرار ده كان فيه ريسك كبير جدا، والموضوع كان ما بين او ما بين لا، 50-50، ابيع واحل الازمه ولا ابيع واتحط في مساءله كبيره جدا جدا قدام الجمهور، وانا لسه عندي مشاكل كبيره على مستوى القيد وموضوع الصفقات، والموسم من الواضح ان هو هيبقى موسم صعب جدا بالنسبه لي كفريق. وقلت ونوهت ان النادي الاهلي عندي معلومه تقريبا كانت شبه مؤكده، الكلام ده بيتاكد بقى النهارده، ان النادي الاهلي في حد علمه عن الموضوع، وان هو عارف كويس قوي ومقتنع جدا جدا ان المجلس ده ما كانش هيقدر ياخد الخطوه دي، وان هيفضلوا ان هم يعلوا في الفلوس لحد ما نادي الشباب السعودي يصرف نظر عن القصه. قال لك بقى لا، طب ما انا فين خبراتي التسويقيه، وفين امكانياتي، وفين اسمي اللي اقدر ان انا استغله في حاجه زي كده واخطف الديل ده. انت النهارده الشباب السعودي عايز لعيب جناح وعايز زيزو بالاخص، طب ما انا عندي برضو لعيب تاني ممكن اعرضه او احطه في طريق نادي الشباب السعودي في حاله ان هو يفشل في التعاقد مع زيزو، او ابدا ان انا اخليه يفكر بدل ما يبقى عنده اوبشن واحد لا يبقى عنده 2 اوبشن. فبدا بالتنسيق مع بعض وكلاء اللعيبه ان هم يتم عرض بيرسي تاو على نادي الشباب السعودي، ومستحيل وكيل لعيبه او وسيط يروح يعرض بيرسي تاو قبل انطلاق الدوري ب 30 يوم غير لما يكون واخد الموافقه كامله من النادي الاهلي، وعارف ان النادي الاهلي بيفكر ان هو يبيع اللعيب، خصوصا ان ده لعيب محترف. فمن هنا بدا يتم عرض بيرسي تاو، الاهلي قال لك لو بيرسي تاو جه فيه اكتر من 4 مليون دولار هبيعه بشكل رسمي. ليه؟ لان الاهلي ذكي، يقول لك انا ابيع بيرسي تاو اللي عنده 29 سنه، اللي عقده بيخلص السنه الجايه، اللي اصاباته كانت كتيره وقدرت ان انا استفيد منه فنيا بشكل جيد الفتره الاخيره، وعندي حل من الحلول الكتيره اللي اقدر اعملها اعوض الفلوس اللي انا دفعتها في ميكيسوني والفلوس اللي انا دفعتها في الراجل برونو سافيو. لان انا النهارده بعت محمد شريف ورحت اشتريت رضا سليم، بعت حمدي فتحي اشتريت امام عاشور، فاذا انا عندي تكلفه ماليه كبيره، فانا اقدر ان انا اعوض الكلام ده. انا مش طماع، انا عايز 5 مليون دولار او 4.5 مليون دولار اروح اجيب بيهم موليكا، واخلي بقى سوزا يركن شويه على جنب، لان موليكا هو الهدف الاول بالنسبه لي. وممكن في حاله تعاقد سيراميكا كليوباترا مع القندوسي وانهاء الازمه مع النادي الاهلي اروح اتعاقد مع اشرف بن شرقي، يبقى انا كنادي اهلي ضربت 10 عصافير بحجر واحد من على الشجره، وان انا عملت موسم عالمي على المستوى التسويقي وعملت ميركاتو جامد جدا. جبت امام عاشور وجبت رضا سليم، وكان قبلها جايب القندوسي وخطفه من الزمالك، وجبت نفس الكلام اشرف بن شرقي، وجبت المهاجم اللي بقالي سنه عمال اعشم الجمهور بيه. فده كان هو مجمل الكلام اللي انا شرحته قبل كده من فتره، من 7 ايام بالظبط تقريبا. فانتوا بقى قولوا لي رايكم، يعني هل النادي الاهلي بيفكر صح بالمنطق ده؟ وهل الاهلي لو عمل كده هيقدر ان هو يكسب ويحقق الاهداف اللي هو بيشتغل عليها بالطريقه او بالسهوله دي؟ ولا زيزو هيقطع الشك باليقين وينتقل رسميا الى الشباب السعودي، خصوصا ان زيزو في الخطاب بتاعه برضو خطاب ما كانش ليه اتجاه واحد، يعني خطاب برضو 50-50. انا بحب نادي الزمالك ومستمر في نادي الزمالك، بس برضو هعمل اللي في مصلحه نادي الزمالك، فممكن وارد جدا ان بيع زيزو تبقى هي مصلحه نادي الزمالك.